في الفيديو ده هنتعلم ازاي نكريت رسوم بيانية. مثلا عندي جدول في داتا وعايز اعملهم في شكل رسم بياني. ليه رسم بياني؟ علشان الرسوم البيانية بتخليك تقدر تقرا البيانات بصورة افضل ومختصرة، وهي تعتبر نوع من انواع التحليل اللي بتساعدنا في قراية الداتا بسهولة. هتعمل سيلكشن على الجدول اللي فيه داتا واللي انت عايزه يظهر في الرسم البياني، وبعدين تضغط على F11. ده اختصار بس هيعمل لك الرسم البياني في شيت جديد. اما لو انت عايز تعمله في نفس الشيت فهتضغط على Alt F1، أو ممكن من تاب Insert تروح لمجموعة التشارتز وتختار الشكل اللي يناسبك. أفضل نوع من التشارتز واللي هيتوافق مع الجدول ده أكيد هتكون الأعمدة، لأن الجدول فيه أعمدة وصفوف. هتضغط على رمز العمود، هيظهر لك معاينات لكذا شكل من الأعمدة الموجودة. بتحاول تختار شكل تكون شايف إنه هيكون أفضل في التعبير عن الداتا. طبعا هتلاقي المجموعة ظهر معاك في الرسم البياني، وده طبيعي لأنه جزء من السليكشن اللي انت عملته على الجدول، وبالتالي انت لازم تخرجه بره السليكشن ده. فعشان تعدي الوضع ده، اما انك من الاول ما كنتش عملت عليه سليكشن، او ممكن تضغط على التشارتز الرسم البياني رايت كليك وبعدين سيلكت داتا، ومن التشارت داتا رينج هتبدأ تعمل السليكشن من تاني. وبعدين تضغط اوكي. خد بالك ان اي عملية تحديث للداتا اللي في الجدول التشارتز هيتحدث اوتوماتيك. اما بخصوص تحريك التشارت فالموضوع بسيط جدا، ممكن بالماوس عادي، او ممكن تستخدم الاسهم اللي في لوحة المفاتيح في التحريك لاي جزء من الشيت براحتك. ولو عايز تنقل التشارت ده لشيت تانية هتضغط عليه رايت كليك وبعدين موف تشارت. هتحدد بقى انت عايز تعمله في شيت جديد ولا عايز تعمله في شيت موجود. انا ما عنديش غير شيتين اتنين بس، creating charts و chart. طبعا لما بتعمل سيلكشن على التشارت بيظهر لك كذا تابوت جديد اللي هما الديزاين والفورميت. الديزاين ده خاص بتغيير شكل المخطط بوجه عام، اما تبويب الفورمات فده خاص بتنسيق التشارت. تبويب الديزاين لو انا عايز اغير الوان الاعمده من التشينج كولرز، بيديني مجموعه الوان وانت بتختار ما بينهم. والتشارت ستايلز دي ستايلات مختلفه للتشارت ممكن تختار ما بينهم اللي يناسبك. والسويتش رو سلاش كولمن دي عمليه تبديل، بدل ما يقرا القيم بناء على رأس الأعمدة بيقراها بناء على رأس الصفوف. أما لو عايز تتحكم في عناصر المخطط للتشارت فده من Add a Chart Elements، دي عناصر المخطط، أو برضه هتلاقيها موجودة هنا في علامة الزائد تضغط عليها تظهر لك هنا. وعنصر التريد لاين خد بالك ده مهم جدا، بتستخدمها في الداتا اللي فيها تغيير مع مرور الوقت. يعني بيعرفك القيم ديت في الصاعد ولا في الهابط ولا ايه بالظبط. والايكون دي خاصة بتصفية الداتا، وطبعا احنا عارفين ان التصفية ديت برضو من ضمن ادوات التحليل اللي بنستخدمها. تعال نجرب نعمل رسم بياني للجدول تاني. وليكن الجدول ده. طالما الجدول ده عبارة عن عمود واحد فالافضل والانسب ان استخدم مخطط الباي. وخد بالك لو الجدول اللي هتعمل ليه رسم بياني بالشكل ده واتجاه الورقة من الشمال لليمين، فانا هحتاج اخلي النصوص في الاول وبعد كده القيم، يعني هتنقل ده مكان ده. لان لو اشتغلت على طول على الوضع ده مش هيظهر اي داتا في التشارت، وده معناه ان في حاجة غلط. فلازم اجيب النصوص في الاول والقيم في الاخر. هعمل سيلكشن وبعدين اضغط على الشيفت واخلي صباعي على الشيفت مشيلوش وابدا انقل بقى حتى ما يظهر لي شكل العمود بالشكل ده.
ومن علامة الزائد هتظهر القيم عن طريق داتا ليبل، أو تختار أي شكل من الشارت ستايلز. ولو عايز تغير لون جزء من الشارت هتعمل عليه دبل كليك عشان يحدد على الجزء اللي انت عايزه، ومن تبويب فورمات هتغير التنسيق. ولو عايز تغير القيم ديت لنسب مئوية هتعمل سيلكشن على القيم، وبعدين رايت كليك، وبعدين تختار فورمات داتا ليبلز. هتعلم على البرسنتج وتشيل العلامة من على الفاليو. تعال نشوف كمان مثال تاني بحيث تبقى ملم أكتر بالموضوع ده، لأنه مهم جدا. طالما القيم هنا بتعبر عن اختلاف الأرقام حسب فترات زمنية، هتعمل سيلكشن عليهم، ومن تاب Insert هتختار المخطط الخطي. ولو ما تعرفش ايه أنسب مخطط لنوع الداتا اللي في الجدول ده، ممكن تطلب نصيحة من الإكسل من Recommended Charts، من خلاله هيحدد لك مجموعة من الشارتز وتختار ما بينهم. أنا هفضل برضه الخطي. ولو عايز تعمل شوية تعديلات زي مثلا تخلي التاريخ يظهر اسم الشهر بس مش عايز السنة خالص، هتعمل سيلكشن عليهم ورايت كليك، أو ممكن من الاختصار كنترول 1 عشان توصل للفورمات سيلز. أنا دلوقتي عايز أختار الشهور بس، هشيل من هنا الير واضغط اوكي. ولو عايز اغير شكل الخط في التشارت ولونه وسمكه واخليه مثلا شكل سهم، كل الكلام ده هتعمله من تبويب فورمات. هتعمل سيلكشن عليه، ومن تبويب فورمات هبدأ اغير اللون بتاعه. اخر حاجة هتكلم عنها السبارك لاينز. السبارك لاينز دي رسوم توضيحية بتتعمل داخل الخلايا، بتعبر عن مدى التغيير في خلايا صف واحد او عمود واحد بس لازم يكون الموجود في الخلايا ديت سواء كانت الصف او العمود يكون قيم بس. فانت مثلا لو عندك جدول في داتا ايرادات السنتين وعايز تعرف ايه حجم الصعود وكذلك الهبوط وايه اللي ثابت لحد ما، فانت تقدر تعرف الكلام ده من خلال السبارك لاينز او خطوط المؤشرات. انك تحدد البيانات لسنة فيهم، هيظهر لك في اخر السلكشن مربع، تقدر تختار من مجموعة السبارك لاينز النوع المناسب ليك، او من خلال تاب Insert وابدأ اختار من مجموعة السبارك لاينز. وليكن مثلا عايزه برضو خطي. هعمل اول سيلكشن على الداتا رينج، وفي اللوكيشن رينج هتحدد المكان اللي انت عايز يظهر فيه خطوط المؤشرات سواء كانت خلية او اكتر من خلية. وبعدين اوكي. ممكن تنسخ السبارك لاينز ده للسنوات الجاية كمان. ولما بتقف على الخلية اللي فيها سبارك لاينز بيظهر لك تبويب ديزاين، من خلاله ممكن تظهر ايه اعلى قيمة او اقل قيمة وحاجات تانية. ولو عايز امسحه من هنا